في عالم ما بقيناش نقدر نستغنى فيه عن التكنولوجيا والإنترنت، في جانب مظلم محدش فينا يعرف عنه أي حاجة، جانب مليان عباقرة لا نعرف أسمائهم ولا أشكالهم، بيشتغلوا في الخفاء، والقوة بتاعتهم في أسلحتهم الرقمية، قادرين يرعبوا أقوى الحكومات في العالم. أهلا بيكم في بسيطة، والحلقة دي هنتكلم عن مجموعة الأنانومس وأخطر هجمات الهاكر اللي عملوها. بس الأول انزل اعمل اللايك والاشتراك الجميل، وما تنساش تصلي على النبي، ويلا نبدأ. في سنة 2008 بتعلن مجموعة الهاكرز الأنانومس أو المجهولين هجومهم على كنيسة السيانتولوجي في عملية سموها مشروع تشانولوجي. بس ثواني، احنا دخلنا كده بسرعة على الموضوع، ما تيجي الأول نعرف مين هي مجموعة الأنانومس دول وليه هاجموا الكنيسة دي أساسا. مجموعة الأنانومس ظهرت للمرة الأولى سنة 2003 على منتدى اسمه 4chan، وده منتدى بيسمح بالمناقشات والتحميل عليه من غير ما تستخدم اسمك ولا أي معلومات عنك، وبيبقى ظاهر إن اسمك أنانومس أو مجهول، ومن هنا جت تسمية المجموعة. وكانت المجموعة في الأول عبارة عن مجموعة بتهزر وبتنشر ميمز ومقالب على النت وملهمش دعوة بأي حد. طب يا ترى ايه اللي يوصل مجموعة شباب هلس كده بيهزروا على النت لهجوم على كنيسة كبيرة والكلام اللي اتكلمنا عليه في الأول؟ كنيسة السيانتولوجي دي مؤسسة بيعتبروا نفسهم طائفة دينية، والطائفة دي بتضم مشاهير كتير وناس كتير، وكان أهمهم الممثل المشهور توم كروز، واللي كان مصور فيديو مقابلة بيتكلم فيه عن الكنيسة وبيقول فيه كلام غريب، زي إنهم هم اللي في إيدهم القوة ومحدش يقدر يساعد غيرهم وكلام غريب كده. المهم إن الكنيسة حست إن الكلام ده ما ينفعش حد يسمعه، وما نشرتش الفيديو ده، ولا حد كان يعرف إنه موجود أساسا، لحد ما جت مجموعة الأنانومس وقدرت توصل للفيديو وشافوا الكلام اللي فيه هبق وحبوا يهزروا طبعا زي عادتهم، ونشروا الفيديو على اليوتيوب وعلى مواقع تانية كتير. الكنيسة لما شافت الفيديو اتسرب طلبت اليوتيوب إنه يمسحه، لأن ده بيخترق حقوق الملكية للفيديو، وده اللي ضايق الأنانومس جدا، لأن ده بالنسبة لهم ضد حرية التعبير اللي كانت من الحاجات الأساسية عند المجموعة. فقررت إنها تهاجم الكنيسة، وسموا الهجوم بمشروع تشانولوجي، ونشروا فيديو على اليوتيوب بصوت روبوت بيعلنوا فيه هجومهم على الكنيسة سنة 2008، وقالوا فيه إنهم كانوا بيراقبوا فساد الكنيسة على مر السنين، وإزاي إن الكنيسة بتستغل أعضائها لمصالحهم، وجاء الوقت لتدميرها. Hello, leaders of Scientology. We are anonymous. Over the years, we have been watching you. Your campaigns of misinformation, your suppression of dissent, your litigious nature, all of these things have caught our eye. وأنهوا الفيديو بشعارهم المعروف: نحن أنانومس، نحن فيلق، نحن لا نسامح، لا ننسى، توقع هجومنا. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. بدأت الحملة بهجمات DDoS، واللي هي عبارة عن إرسال معلومات كتيرة جدا على شبكات الكنيسة عشان توقع السيرفرات بتاعتها، وفعلا نجحوا في كده وقدروا يوقعوا نظام الكنيسة لفترة طويلة، ومعاه قدروا يوصلوا لمعلومات مهمة جدا، زي إن الكنيسة بتستغل أعضائها نفسيا وماديا بطريقة بشعة، وإن الأعضاء لازم يدفعوا فلوس أكتر عشان يوصلوا لمراحل أعلى ويعرفوا معلومات أكتر، زي كلام الكنيسة عن فضائيين رموا جثث على الأرض وربطوها بأرواح البشر وكلام غريب من كده. طبعا الكنيسة حاولت تدافع عن نفسها وقالت إنهم منظمة إرهابية ورفعت عليهم قضايا كتير، بس أكيد طبعا الكلام ده مش على الأنانومس. يعني الأنانومس كملوا الحملة بشكل قانوني، ونزل الآلاف في احتجاجات قدام الكنيسة وهم لابسين قناع جاي فوكس المشهور، واستمرت الحملة فترة وبعدها انتهت، لكنها كانت نقطة تحول لشوية أشخاص مجهولين بيهزروا على النت لمنظمة ليها أهداف سياسية وقضايا بتدافع عنها. بعد نجاح مشروع تشانولوجي، الأنانومس حسوا إن عندهم قوة وتأثير حقيقي، وبدأوا يدخلوا في قضايا أكبر، وكانت تاني عملية تتنفذ بعد مشروع تشانولوجي كانت 2010 باسم أوبريشن بيبال. أكيد في يوم من الأيام حملت فيلم أو لعبة بطريقة غير شرعية، يعني مثلا مين فينا ما سمعش فيلم على يجي بيست، أو حمل لعبة مدفوعة من غير فلوس من على موقع ما. أهو كل الحاجات دي بقى بتيجي من مصدر واحد اللي هو بايريت باي، واللي كل المواقع دي بتجيب الحاجات المحمية بحقوق الطبع والنشر من خلاله وتنشرها. طب إيه علاقة كل ده بالأوبريشن باي باك اللي اتكلمنا عنها؟
زي ما قلنا المواقع دي بتنشر الممتلكات المحمية دي مجانا، وده بيخسر الشركات المالكة كتير. وطبعا الوضع ما كانش عاجب الشركات، فاجتمعوا واخدوا تصريح بانهم يعملوا هجمات DDoS على موقع بايريت باي، وده عشان يوقعوا سيرفراته ويقفلوه، واللي زي ما قلنا هو المصدر الرئيسي لنشر المحتوى ده. وبالفعل نجحوا. وهنا بقى اتدخلت الأنونيمس كانوا شايفين إن ده ضد حرية التعبير، وطبعا هما ما بيكرهوش حاجة قد كده، فراحوا مهاجمين الشركات دي وبنفس الأسلوب اللي استخدموه بهجمات DDoS، وقدروا يوقعوا سيرفرات كتير من الشركات دي، وده تسبب لهم في خسائر بالقوة، وده اللي خلى بعض الجهات توقف هجومها على الموقع وتقلله لحد ما الموقع رجع تاني فتح. لكن الموضوع ما وقفش هنا. في ظل الهجمات دي ما شغالة، شركات التبرعات زي فيزا وماستر كارد وباي بال وقفت تبرعاتها للموقع، وده اللي خلى الأنونيمس تدخلهم ضمن العملية وغيروا اسمها لأوبريشن أفنج أسنج، واللي معناها الانتقام لأسنج، وده مؤسس موقع ويكيليكس. والموقع ده اتعمل عشان حرية التعبير وفتح الفساد من خلال تسريب أي فساد من الحكومات والدول. وبالمناسبة الموقع ده مش حاجة غير قانونية ولا حاجة، هو مجرد مكان اللي بيسرب المعلومات بينشرها عليه، فهنا الغير قانوني هو اللي سرق المعلومات، وده طبعا مجهول. طب وليه وقفوا التبرعات أساسا؟ ده بسبب الوثائق اللي اتنشرت عليه سنة 2010، واللي فيها فضايح للحكومة الأمريكية ووثائق عن زعماء العالم وتجسس على شخصيات عالمية وتقارير حروب وفساد وحاجات كتير. ساعتها أمريكا اتجننت وبدأوا يضغطوا على الشركات اللي قلنا عليها عشان توقف التحويلات المالية للموقع. وهنا بقى الأنونيمس اتدخلوا عشان ينتقموا الأسنج ويدافعوا عن حرية التعبير، وعملوا نفس نوع الهجمات على شركة فيزا وماستر كارد وباي بال وشركات تانية من اللي وقفت التبرعات، وحرفيا وقعت سيرفراتهم وعملت لهم مشاكل كبيرة، وخاصة إن الشركات دي بيستخدمها الملايين من الناس في التعاملات المادية. لكن يا عيني الشركات لا حول لها ولا قوة، لا عارفة ترجع التبرعات بسبب ضغط الحكومات عليهم، ولا عارفين يشتغلوا بسبب هجمات الأنونيمس. لكن الغلطة اللي عملها الأنونيمس إنهم كانوا بيستخدموا في الهجمات بتاعتهم أداة LOIC، والأداة دي مش بتخبي الهوية بشكل كويس. وطبعا بعد ما الموضوع كبر اتدخلت القوات الفيدرالية وحاولت تتتبع المنظمة، لكن لأن المنظمة ملهاش مكان مركزي فطبعا ما قدروش يوصلوا لهم، لكن قدروا يوصلوا لشوية أشخاص من اللي استخدموا الأداة اللي قلنا عليها، وطبعا منهم اللي اتسجن ومنهم اللي اتغرق ومنهم اللي اشتغل مع القوات الفيدرالية نفسها. وبعدها الأنونيمس بدأوا يبقوا منظمين أكتر ويستخدموا أنواع مختلفة من الهجمات وأساليب صعب تتبعها، ولحد النهاردة محدش قادر يوقفه ولا حد قادر يوصله. بس كده، بسيطة. دي كانت هجمتين من أقوى هجمات الهاكرز، واللي من وراها ظهرت أخطر مجموعة هاكرز في العالم، مجموعة الأنونيمس. لو عايز تعرف أكتر عن الهجمات التانية للمجموعة اكتب لنا في التعليقات، واعمل لايك واشتراك، وما تنساش تصلي على النبي.